اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جاي لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد كله نشاط وطاقه ايجابيه يخليك ان شاء الله كده تقومي تخلصي كل اللي وراكي. طبعا روتين من روتينات رمضان الكريم، لسه مكملين يا جماعه في رمضان. حتى لو الناس بيعملوا تنظيفات العيد بقى وبيجهزوا للعيد، احنا لسه في رمضان وكمان في العشرة الاواخر من رمضان. فربنا يعيننا كده على شغل البيت والصلاة والذكر وقراءة القرآن، اللهم امين يا رب العالمين. بدأت يومي كده، كان عندي شوية هدوم قلت اغسلهم في الغسالة سريعا كده قبل يعني ما اعمل اي حاجة، لان ممكن اكومهم واكسل الصراحة. فبدأت بالغسيل، اغسلهم كده تحت في الريسبشن عندي، وبعد كده اطلع انشرهم واشوف البيت عاوز ايه. الصراحة عايزة اقول لكم الجو برد، يعني من ساعة ما الجو قلب وهو برد والواحد يعني كنت عايزة انضف بقى للعيد وكده. الهوا بيجيب تراب، فمستنية الهوا يتبطل شوية عشان خاطر كده اقوم اتشجع كده واخلص، انجز اي حاجة في الشقة. ولكن جو هوا فظيع يعني، والهوا بقى بيجيب تراب، فانا حاسة ان انا لو عملت الشقة يعني التراب هيجي وكده. فمستنية الجو يهدى شوية يهدى شوية ان شاء الله، كده نقوم نخلص يعني تنظيفات العيد كلها في يومين. ليه؟ اللي منضفه بقى معايا وغاسله السجاد قبل رمضان وكده، مفيش غسيل سجاد. وكل يوم كنا بنعمل حاجه في الشقه في رمضان برضو ما سيبناهاش ايدينا فيها على طول، فمش هتاخد وقت. امسك كده كل يوم يعني في اليوم مثلا اوضتين تلاتة كده ان شاء الله، بس شويه نشاط بس يجوا للواحد. عايزه اقول لكم والله العظيم ان انا الجو برد حرفيا بقوم اخلص يعني ارتب بس كده الاوض واغسل الهدوم، لان الهدوم ما ينفعش تتراكم خالص. وادخل المطبخ بقى اشطبه بقى مواعين وبوتاجاز والكلام ده كله، واشوف اطبخ ايه جنب بقى قراءة القرآن جنب الصلاة. فربنا يعيننا كده ونخلص بقى. قولوا لي بقى، انتوا بدأتوا تنظيفات العيد ولا لسه؟ اكتبوا لي كده في التعليقات بدأتوا ولا لسه. عايزه اقول لكم، غسلت بقى الهدوم ونشرتهم ودخلت بقى كده على المطبخ اغسل المواعين واشطب المطبخ عشان نشوف هنطبخ ايه لفطار رمضان. والله العظيم ما عادش بقى غير شويه ايام بساط كده في رمضان، كلها كانت ايام خير وبركه وسعاده وفرحه وتغيير كده من المود بتاعنا مود السنة كلها. تحسوا ان الايام السنة كلها بتبقى بطعم، ورمضان الكريم ده بطعم تاني خالص خالص، يا ريته السنة كلها. عايزة اقول لكم دخلت بقى كده المطبخ عشان اغسل شوية المواعين. وعايزه ارحب بكل المشتركين الجداد اللي اشتركوا عندي، وجودكم فرحني ونورني والله العظيم، ما تحرمش منكم يا رب ولا من وجودكم معايا. بس عايزه كل تدخل على القناه كده جديده تكتب لي تحت في التعليقات ان هي جديده عندي، عشان انزل ارحب بيها. وكمان عايزه اشكر كل متابعين الجمال الامارات اللي بيعلقوا لي على طول. ربنا يسعدكم ويوفقكم يا رب ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري كده في التعليقات. ويا رب تكون فيديوهاتي سهلة وخفيفة على قلبكم كده وتستفادوا منها ولو استفادة صغيرة. عايزاكم تحطوا لايكات كتير، لسه ما حطيتش اللايك تحطوا اللايك وتعليقات حلوه منكم. مشاركه للفيديو بقى، اهم حاجه تكتبوا لي مشاركه للفيديو، اعملوا لي مشاركه للفيديو على الفيس بتاعكم لكل اصحابكم لكل حبايبكم عشان القناه تكبر كده وتتشاف. جيت بقى اغسل المواعين دي ما بتخلصش يا جماعه. والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا بعد الفطار يعني بصوا بحط الفطار كده على السفره قبل ما المغرب يأذن بقى، بيبقى فيه 5 دقايق كده بدخل اشطب شويه مواعين، قلت يسعفوني شويه. يعني عشان لما اخلص فطار ما الاقيش مواعين كتير. بغسل المواعين، وساعات بغسل البوتاجاز كمان وانا واقفه لما يكون المغرب ما اذنش. ممكن تقفي كده في المطبخ تغسلي المواعين تغسلي البوتاجاز قبل ما المغرب يأذن، تفتحي كده شباك المطبخ، تدعي دعوتين كده، تدعي تبقي مع نفسك بقى. كلهم هيبقوا قاعدين كده على السفرة مشتاقين ان هم ياكلوا ملبوخين عايزين ياكلوا، انت بقى تدعي دعوتين كده وانت واقفه في المطبخ بتشطبي شويه مواعين تغسلي البوتاجاز قبل ما المغرب يأذن. بعد الفطار بيبقى برضو في مواعين، وطبعا ساعة السحور بيبقى في مواعين والكلام ده كله.
فربنا يعيننا كده يا رب على شغل البيت في رمضان. وعايزاكم بقى تكتبوا لي كده في التعليقات، بدأتوا تنظيفات العيد ولا لسه؟ حاسه ان انا كده لسه، يا بصوا حاسه ان انا يعني الوحيده اللي لسه ما بدأتش تنظيفات العيد. ولكن مصبرني شويه ان اقول لكم ايه، ان انا كنت في طول رمضان الصراحه بروق وبنظف وكده، وقبل رمضان غسله السجاد وكده. هي شويه المشايات بس، في شويه مشايات كده عندي صغيرين، يعني بتاعه المطبخ وبتاعه الطرقه وبتاعه البلكونه، دول عايزه اغسلهم. فهقسم كده. عايزه اقول لكم لما النشاط بيجي ممكن الواحد يعمل حاجات كتير في يوم والله العظيم. اما لما بكون كسلانه اليوم بيعدي يعني حاسه ما بنجزش فيه حاجه. فشويه البرد دول عملوا لي صداع، يعني بقوم من النوم كده عندي صداع. بحس ان انا مفيش طاقه اعمل حاجه، بعمل الحاجات الضروريه بقى، يعني بغسل هدوم وبغسل المواعين وبشوف هطبخ ايه وهكذا. غسلت بقى المواعين وظبطتها كده وشطبت المطبخ بقى وغسلت البوتاجاز، بس ما جبتوش معاكم لان مش كل يوم بقى هجيب لكم غسيل البوتاجاز. عايزاكي كده تقومي تتنشطي وتتشجعي وتخلصي كل اللي وراكي، ما تمليش من غسيل المواعين ولا غسيل البوتاجاز. ده حاجات نظافة في مطابخنا يعني. لازم يكون المطبخ بيشف ويرف من النظافة، ما فيهوش اي دهون، ما فيهوش، عشان خاطر ما تتراكمش عليكي. انت لما تعملي كل يوم مش هتتراكم عليك. اما لما تسيبيه يوم واتنين وتلاتة، لا هتيجي بقى تنضفي بعد كده، هتلاقي الشغل صعب عليكي وتكرهي شغل البيت وتكرهي شغل المطبخ. عارفه ان انتوا شطار وامارات وبتعملوا واكتر كمان. ما تحرمش منكم يا رب ولا من كلامكم الجميل. بس عايزاكم تحطوا لي اللايك، لسه ما حطيتش اللايك، تحطوا اللايك من ايديها الجميله. كل اللي اتفرج على الفيديو بقى وشافت قناتي بالصدفه تشترك في القناه. عايزه اقول لكم بقى، انا كنت طلعت اللحمه بس ما لحقتش تفك يعني، بس قلت احطها بقى من مره مش مشكله. حطيت اللحمه، هطبخ النهارده ايه، الفاصوليا باللحمه. قلت بدل البسله، الصراحه والله العظيم عندي بسله في الفريزر، ولكن ما كلناش فاصوليا خالص في رمضان. قلت اطلع بقى ايه، قلت برضو ايه اجيب فاصوليا كده. بعت بنت السوبر ماركت جابت لي حوالي ايه، جابت لي نص كيلو فاصوليا، بس ما عملتوش كله، سبت منه شويه كده. فقلت اعمل شويه لحمه بقى معاهم. جبت طبعا اللحمه وحطيتها كده تاخد صدمه، وعليها شويه عصير طماطم. كده كده بعصر طماطم في الخلاط عشان خاطر الايه الخضار اللي انا هعمله جنب اللحمه. فباخد شويه طماطم كده من الخلاط على اللحمه، وحطيت فلفل اسمر، بهارات لحمه، شويه بصل، وبسيبها كده شويه. هنا الفاصوليا كنت بليتها، بسيبها مبلوله كده ساعتين ولا حاجه. والبصل بتاع الفاصوليا جهزته، وكمان الطماطم في الخلاط اهي للفاصوليا. عمل بال ما اللحمه تتسلق وكده. يعني الصراحه قعدت بقى ايه ساعه ولا ساعتين. وبعدين دخلت المطبخ بقى الايه، اعمل الفاصوليا وكده. هي اللحمه اللي بتاخد وقت، انما بقى اي حاجه بدخل المطبخ بعد العصر بقى بخلصها. قطعت هنا، جبت بصلايه كده، بصلتين صغيرين وقطعتهم عشان خاطر الفاصوليا. حاطه زيت طبعا في الحله، ومشغله النار سريعا سريعا كده عشان خاطر ايه، اعمل التسبيكه بتاعه الفاصوليا. زي ما قلت لكم كل يوم والله بحتار على الاكل، بس في رمضان الحمد لله ولله الحمد بعد السحور ببقى خلاص عارفه طبختي، بفكر هطبخ ايه، ببقى عارفه طبختي يعني. اما في الايام العاديه ممكن اقعد للعصر افكر اطبخ ايه يعني ما فيش مشكله. ممكن ساعات افوت يوم من غير اكل يعني عادي. بصوا يتصرفوا بقى، ياكلوا سندوتش في عيش وبيض، اي حاجه. ولكن في رمضان بحس ان انا ملتزمه، لازم ملتزمه يعني لازم على الفطار آه، احط لهم كل اللي في نفسهم فيه، احط لهم كل اللي في نفسهم فيه، ومبقاش حرمهم من اي حاجه. ببقى عامله كل التزاماتي يعني، لانهم صايمين طول النهار بيصعبوا عليا وعايزين بقى ايه اكل حلو كده على الفطار. وكمان في نفس الوقت على يعني على قد ايدك، على قد ايدك وقد الامكانيات اللي عندك اعملي. بس عايزه اقول لكم برضو ان رمضان بيزيد شويه في المصاريف عن اي شهر الصراحه، عن اي شهر. ما اكذبش عليكم يعني، طبعا بنعمل كل يوم حلويات، السكر بيخلص بنعمل، بس ايه، بس هو رمضان شهر واحد في السنة، كمان بيبقوا صايمين فلازم ندلعهم كده، ندلعهم في رمضان. وعلى قد ايدينا برضو بقدر الامكانيات يعني. بصي على قد تقدري يعني. هنا اللحمه كانت خدت صدمه والطماطم بتاعتها اتسبكت شويه، ونزلت بقى بالايه بالميه السخنه من الكاتل اهي زي ما انتم شايفين.
بعد كده بقى عملت الايه، طبخت الرز، قصدي ده الفاصوليا بقى بعد ما اتبلت اهي زي ما انتم شايفين. بسلقها، وطبعا اللحمه كانت استوت، وكمان التسبيكه بتاعه الفاصوليا اهي جاهزه، بس الفاصوليا بس تتسلق وتتحط فيها. هنا بقى اعمل شويه قطايف. الصراحه ايه، ابني قال لي انا عايز قطايف، بيموتوا في القطايف. فحطيت بقى شويه شرب، هعمل شويه شربات صغيرين للقطايف، لان لما بعمل كتير بيتفضل يعني شربات وكده. عملت كوبايه سكر وكوبايه الا ربع ميه، وحطيتها وعليهم شويه فانيليا، وهعمل الشربات بتاعه الايه القطايف. هنا الفاصوليا كانت اتسلقت وشطفتها كده، وبعد كده حطيتها على الايه في التسبيكه بتاعتها اهو زي ما انتم شايفين. طبعا اللحمه كانت استوت من بدري، يعني انا كنت مسوياها من بدري. فحطيت بقى الايه الشوربه بقى، شوربه اللحمه على على اللي هي الفاصوليا، عشان تاخد وتدي كده مع الشوربه. الفاصوليا لازم ببلها قيمه ساعه، ساعه ونص، وبتتسلق برضو يعني في ربع ساعه بتكون استلقت يعني. وبعد كده بحطها في التسبيك، تدوي احلى فاصوليا بقى. الفاصوليا تبقى كبيره وزي العسل زي ما هي كده. اهم حاجه تبليها قبل ما تطبخيها. هنا بقى حطيت الشوربه، والبصلايه اللي لقاها يعني في النص كده بشيلها ايه ارميها. حطيت الشوربه كده للفاصوليا تغلي كده مع نفسها كده. عايزه اقول لكم والله العظيم تحفه. لو انت ما عملتيش خالص من اول رمضان فاصوليا بسله لوبيا، اعملي مع شويه لحمه كده، شويه سلطه كده، والله احلى اكله زي العسل كده. وخصوصا كمان الجو برد اليومين دول، مش هيبقى عندك مثلا ايه تقولي خايفه من الحموضه، خايفه من اي حاجه، لا الجو برد اليومين دول. سبت الفاصوليا على النار، وطبعا بعد العصر زي ما انتوا كلكم يعني بتدخلوا بعد العصر، ما بنطلعش من المطبخ غير المغرب بيأذن. هعمل بقى شويه العصير. كان عندي فراوله وحطيت عليهم شويه سكر، وزي ما بقول لكم كده السكر معانا على طول يا جماعه. ميزانيه تانية السكر بقى في رمضان والكلام ده كله. عايزه اقول لكم ان انا خلصت يعني سكر كتير في رمضان. ما تعدوش بقى، ما تعدوش. بصوا حطيت اللي هو الفراوله، وحطيت موزيه كده عليها، والسكر واللبن بيبقى طعمه ايه تحفه تحفه كده. حطيت اللبن يعني مش كتير، يعني حوالي مج كده، مج كبير، على شويه ميه، بيبقى عصير زي العسل. حطيت هنا بقى عصير الفراولة. اللي لسه ما حطيتش اللايك يا جماعة تحط اللايك، بفكركم باللايك، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. كل اللي تتفرج على الفيديو كده، سواء الفيديو عجبها او ما عجبهاش، بس ان شاء الله هيعجبها، تحط لي لايك من ايديها الجميله. تعليقات حلوه من كل اللي اتفرج على الفيديو، اكتبي لي تعليق، انا قلت لكم اهو. لو مش عايز تكتبي تعليق، صلي على النبي في التعليقات. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وندعو لاهلنا كده في غزه وفلسطين، يا رب انصرهم، يا رب يا رب انصر اهلنا في غزه وفلسطين والمستضعفين المسلمين في كل مكان. هنا طبعا كانت الفاصوليا خدت غلوتين. بحب ابقى احط بقى فيها الايه اللحم. فاصوليا بقى بسله لوبيا، تحطي فيها اللحمه وتسيبها تغلي مع نفسها كده، توطي بقى، توطي تغلي مع نفسها كده. اللحمه بتاخد من طعم التسبيكه بتاعه الفاصوليا او اي خضار يعني. آم، تبقى حلوه يعني. اغطيها بقى واسيبها براحتها. خلاص كنت الرز استوى وكل حاجه استوت تمام يعني. نعمل بقى شويه سلطه جنب الرز والخضار ده. جبت كده طماطم وهقطعها على ايدي بقى. الصراحه كسلت اجيب القطاع، بستسهل يعني بقطع على ايدي. عايزه اقول لكم ان السلطه دي اساسي يعني على سفره رمضان عندي. بحب يعني قوي السلطه على السفره. حلوه بتهضم بقى، وحلوه كده جنب الاكل. بس الصراحه لما بيكون عندي خيار وكده بحط بقى خيار وخضره وفلفل. كانش متوفر عندي غير الطماطم وخضره، خضره محشي يعني. فحطيت طماطم وخضره، واحط شويه ملح، وتعصري بقى ليمونه كده على السلطه. يا سلام. صراحه انا بس اللي باكل سلطه يعني، ما فيش حد كتير بياكل سلطه. ممكن كمان يتبقى من الطماطميتين دول. زي ما بقول لكم رمضان كله خير وبركه، بتبقى عامله الحاجه تحس ان هي حبه صغيرين وبتفضل برضو والله العظيم. روقت كده الحته كده، وحطيت السلطه على جنب. طبعا قبل المغرب هحطها في الاطباق. وجبت بقى الايه القطايف. الصراحه كنت عملت الشربات بتاعه القطايف، وبنتي راحت جابت عندنا على طول. عندنا الناس سوبر ماركت بيجيب قطايف صبحه. طبق ب20 جنيه، زي نص كيلو الكنافه برضو ب20 جنيه كده يعني. ساعات ابعتها تجيب كنافة، ساعات ابعتها تجيب قطايف، وهكذا. هما بقى ما بيحبوش احط في القطايف دي خالص مكسرات، ولا سوداني ولا زبيب ولا جوز الهند. طب هقفلها فاضية يا ولاد؟ يقولوا لي اه اقفلها فاضية.
باجيب شوية سكر كده احطها فيها. يعني انا عملتها مرة في رمضان قبل كده فيها مكسرات، كانوا بيفتحوها كده ويطلعوا منها السوداني والزبيب وجوز الهند. مش عارفة انا عيالي لوحدهم كده ولا انتوا كمان ولادكوا كده. فبعملها على طول بقى، بحط فيها السكر وبقفلها. هنا الرز كان استوى، وهنا الشوربه كنت حطاها تسخن بقى خلاص، المغرب كان هيأذن. وحطيت بقى الايه الزيت بتاع القطايف، اساسا سايباه على جنب، سايبه شويه زيت كده في الحله على جنب للقطايف. طول رمضان طبعا جبتها كتير في رمضان. بقى حمر بقى فيها الايه القطايف وهطلعها كده وايه وزي العسل. بسرعه بسرعه حطيت الاكل على السفره زي ما انتوا شايفين كده. غرفت الرز بقى وغرفت الفاصوليا وفيها اللحمه، وعملت السلطه وشويه الشوربه بقى والرز الابيض وزي العسل كده. ويوم من ايام رمضان كله بركه وهنا وسعاده. يا رب يجعل ايامكم كلها سعاده، اللهم امين يا رب العالمين. مش عايزاكم تنسوني يا جماعه. اه صحيح، ده لسه القطايف كمان، لسه القطايف هوريها لكم. بصوا هنا العصير، هنا العصير الفراوله، وكان باقي شويه عصير من امبارح. وكان القطايف اهي زي ما انتوا شايفين. بنتي بقى بتحب القطايف ايه من غير مقليه ولا محطوطه خالص في شربات، بسيب لها شويه كده. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، ومع السلامه.